راضيا لا تسخطن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بالبشاميل. انا حطيت في الحله ميه تغلي وحطيت فيها شويه ملح، وهننزل بالمكرونه. نقلبها عشان ما تمسكش ببعضها. كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن رضيا. دلوقتي بقى هعصر اللحمه بتاعت المكرونه بالبشاميل. عندي نص لحمه مفرومه، عندي بصلتين مع فلفله متقطعين مبشورين، عندي فلفله حمراء، عندي نص كوبايه زيت، حبه ملح، حبه كمون، شويه زبيب. حابين تضيفوا الزبيب حطوا. بس هنزل بالزيت في المقلايه، هنزل بالبصل والفلفله المبشورين، هنزل بالفلفله الحمراء الملونه، هقلبهم. هستنى بقى هنا ايه لما البصله الفلفله تدبل معايا. هننزل بقى باللحمه، هي كده البصله ايه دبلت معايا. ننزل بقى باللحمه، نقلب فيها. انا مش هحط الزبيب دلوقتي، لما تبقى تخلص واطفي عليها هحط الزبيب. هديها بس كده ايه تقلبتين، وبعد كده ايه هرفعها من على النار. انا كده هطفي عليها. هنزل بقى بالزبيب، تقليبه بالظبط كده وخلاص. ان شاء الله هعمل معاكم دلوقتي البشاميل طريقه سهله جدا للبنات المبتدئين في البشاميل. هنزل معاكم بمعلقتين سمنه. انا جبت رتل لبن، وجبت 4 معالق دقيق، وحبه ملح وفلفل ابيض، وضربتهم في الخلاط. هقلب بقى عشان ايه ما يكتلش. اهم حاجه ان الدقيق ما يكتلش معاكم في الحله، عشان البشاميل يطلع حلو. دي طريقتي، يا رب تعجبكم. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تجمد معايا. هنا يا بنات هعمل الصلصه. عشان هنا عملت فلفله بصلتين وفلفلايه، وقطعت 3 فصوص ثوم، ونزلت بالحله بمعلقتين زيت. بسم الله. نقلبهم ان شاء الله بس ايه يتبلوا، وننزل عليهم بالصلصه. كده البصله ايه دبلت معانا. دي الصلصه، دي صلصه انا بعملها، انا اللي بعملها بسبكها. وان شاء الله باذن الله ابقى اعمل لكم التفريزات بتاعت الصلصه وبتاعت الثلاجه، واوريكم ازاي انا بعمل الصلصه دي في البيت. هنزل عليها بقى بالصلصه، هنزل عليها بشويه ميه، عليها بالملح، هنزل عليها برشه من الكمون، وهسيبها لحد ايه ما تغلي شويه. وبعد كده هنزل عليها بالمكرونه. بصوا حبايبي هي كده ايه اتسبكت. هننزل عليها بالمكرونه واحده واحده. ننزل كده، نقلب باقي كده، نقلبها. قلبتها معاك اهوت. نطفي عليها
هنحضر الصينية معاكم. هندهن، هنحط كرنبين كده من البشاميل في الصينية من تحت. هنحط واحدة كمان. ننزل بالمكرونة. بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. وإحسان ظن بالإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الندم. وإحسان ظن بالإله وشكره، نفردها معاكم في الصينية. كده حطيت الجبنة، ودي نوع جبنة مشكلة انا بحطها فوق اللحمة. هنزل عليها بالطبق التاني من المكرونة. هنزل عليها طبقة البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي انا حطيت البشاميل وهنحطها في الفرن بعد ما تطلع باذن الله وريها. هي طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله. هي تبرد بس، وان شاء الله باذن الله اقطعها لكم ونشوف خيار من. دي كانت المكرونه بتاعتنا. اتمنى من الله الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، وان شاء الله باذن الله انزل لكم طريقه تمريح الخيار بتاعتي. واذا عجبكم الفيديو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تابعوني في قناتي. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.